إنا لله وإنا إليه راجعون. نبالغ الحزن والأسى نعي الفنان نضال الشافعي زوجته الفنانة الراحلة التي وفتها المنية بعد صراع مع المرض. كانت الفقيدة مثالا للوفاء والتضحية، وساندت زوجها طوال مسيرته الفنية فكانت السند والداعم له في كل خطواته. رحلت تاركة خلفها محبة عائلتها وأصدقائها وكل من عرفها، ترك أثرا طيبا في القلوب، وقد توافد محبوها وأقاربها لتوديعها إلى مسواها الأخير وسط مشاعر من الحزن والدعاء لها بالرحمة والمغفرة. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينم آلاه بها الصبر والسلوان. رحلت عن عالمنا الفنانة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، تاركة خلفها إرثا فنيا مميزا ومسيرة حافلة بالعطاء. بدأت الراحلة مشوارها الفني منذ سنوات، حيث شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية التي تركت بصمة في الدراما المصرية. برزت موهبتها من خلال أدوارها المتنوعة، وقدمت شخصيات مختلفة بإتقان لفتت الأنظار إليها، وظهرت في أعمال مثل لحظات حرجة وشطرنج وتامر شوقية، حيث أظهرت أداء مميزا يعكس شغفها بالفن وحبها للعمل أمام الكاميرا. لم تكن مجرد ممثلة عادية، بل استطاعت أن تترك أثرا في قلوب المشاهدين رغم قلة أعمالها، حيث تميزت بأسلوبها الهادئ وأدائها الصادق. ومع ذلك اختارت أن تكون حياتها العائلية أولوية، فكانت داعما أساسيا لزوجها الفنان نضال الشافعي في رحلته الفنية، حيث شكل معا نموذجا للحب والوفاء داخل الوسط الفني. برحيلها فقد الفن المصري وجها مميزا، ولكن أعمالها ستظل شاهدة على موهبتها وإبداعها، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. تعالوا نتعرف أكثر على هند محمد علي، ممثلة مصرية ولدت 1979 وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1999، حيث درست في قسم التمثيل والإخراج. خلال دراستها تعرفت على زميلها نضال الشافعي، وتطورت علاقتها إلى زواج أثمر عن 4 أبناء. شاركت هند في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل لحظات حرجة عام 2007 وفيلم همام في أمستردام. كما ظهرت مع زوجها نضال الشافعي في مسلسل شطرنج. توفت هند محمد علي مساء الخميس 3 إبريل 2025 بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدتها في منتصف مارس الماضي. أقيمت جنازتها يوم الجمعة 4 إبريل 2025 في مسجد بهجت بمدينة دريم لاند 6 أكتوبر. رحم الله الفقيدة وألهم آلها الصبر والسلوان.